جايبه لكم النهارده فيديو سهل جدا جدا. شويه دقيق وشويه ميه وجواهم شويه خضار كده موجودين في كل بيت، وهنعمل وجبه من اشهر الوجبات في الجزائر. هنعمل النهارده المحاجب الجزائريه، عباره عن معجنات كده ومحشيه بخلطه من الخضار، بسيطه وسهله، وطعمها كمان لذيذ جدا. هتقعدوا تاكلوا فيها، والناس كمان اللي بتحب الحاجات الحامية شوية اللي هي سبايسي هيحبوها جدا. يلا بينا نبدأ على طول في الوصفة، ونبدأ في أول حاجة هي العجين. العجين اللي بيعملوا بيها المحاجب بتتعمل تماما من السميد، يعني السميد الناعم المطحون بيبقى نفس طحنة الدقيق. السميد طبعا كلنا عارفين ان هو افيد كتير كمان من الدقيق الابيض، فانا هستخدم نص كيلو من السميد. وده اسمه هنا في إيطاليا، البنات اللي عايزين ياخدوا سكرين شوت للشاشة. طبعا مش بتكلم على الماركة، ولكن بتاخدوا تدوروا على نفس الاسم ده في ماركات مختلفة بقى. عندي كمان 300 ملي من المية، وعندي نص معلقة كبيرة من الملح. كل اللي أنا هعمله إن أنا هحط الملح بتاعي في الطبق اللي هعجن فيه، وهحط عليه شوية من المية بحيث إن أنا أضمن إن الملح بتاعي يدوب بس كده. وكل اللي هعمله بقى بعد كده إن أنا هضيف الطحين كله، وهضيف المية برضو كلها. المقدار ده أنا عملته أكتر من مرة، فالمقدار بالنسبة لنفس نوع الطحين ده او السميد ده مظبوط جدا. 500 جرام من السميد عليهم 300 جرام من المية. ولكن انتوا ممكن تحتاجوا اقل، ممكن تحتاجوا ازيد. بس في النهاية ما تضيفوش اي مية زيادة غير لما تعجنوا العجين شوية كفاية. لان اوقات بنستعجل وبنحط مية، يبان قدامنا ان العجين كده محتاج مية، ولكن مع العجن بيطرى وبيبقى تمام خالص. انا ضفت كل الكمية. هبدأ بقى ان انا الم العجين كده بايديا. لو في اي دقيق كده تحت في الطبق بلمه برضو، وبعمل بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، باخد من بره لجوه، وبفضل اعجن كويس جدا. وطبعا لازم ان احنا نشيله كده من الطبق ونعجنه في حاجة، يعني في مكان واسع شوية، سواء السطح عندك او الرخامة اللي تفضلوه. ولكن ده بيساعد اكتر ان الجلوتين في السميد يشتغل. نسبة الجلوتين في السميد عالية، فاطمنوا خالص العيش بيطلع طري. او سواء عملتوا اي نوع تاني عيش وضفتوا عليه سميد مش بيخليه ناشف تماما. اهم حاجة تعجنه كويس. انا عجنت لحد ما العجينه بقت عندي طريه زي ما انتم شايفين كده، ملمسها حلو جدا وطري. خلاص هي بقى جاهزه دلوقتي ان هي ترتاح. يا اما بقى تريحوها وبعد كده تقطعوها وترجعوا تريحوها. انا بقى بقطعها على طول، وبحطها في الصينية بتاعة الفرن، وبعد كده بسيبها بقى ترتاح براحتها. يعني بسيبها بتاع ساعة كاملة ترتاح براحتها. هي ما فيهاش خميرة، ولكن ضروري جدا ان هي ترتاح عشان تقدروا تفردوها براحتكم، وما تغلبكوش كده وانتوا بتفردوها. فهاخد قطع كده على قد الامكان ان هي تبقى متساوية معايا. وبعد كده هضيفها في قلب الصينية بتاعتي. وبعد ما بخلص كل الكمية بديها بس مسحة كده بسيطة من الزيت، سواء زيت زيتون أو زيت نباتي، مش هتفرق كتير، بس عشان الوش بتاعها ما ينشفش. وبس كده بعملها كلها بالزيت، وبعد كده بقفل عليها بقى بالبلاستيك راب أو بأي حاجة عندك، كيس مثلا. وبعد كده برضو فوق البلاستيك بحط كمان اي قماشة علشان اضمن ان هي اتغطت كويس وما تنشفش، عشان الجو عندي دلوقتي ساقع. نيجي بقى للخلطة الخضار اللي بتتحط جوه المحاجب دي. عبارة عن بصل وكمية كبيرة من البصل. أنا استخدمت 3 صغيرين، ممكن تستخدموا 2 كبار. وعندي 4 طماطميات وسط كده. وعندي فلفل. المعتاد عندهم إن هما بيستخدموا فلفل حامي، أنا اللي كان عندي اللي هو الفلفل الطويل ده بارد. وعندي فلفل أحمر حامي، يعني بمقام 2 أو 3 كمان. فانتوا اللي تحبوه، ممكن تستخدموا بارد، بس ممكن تستخدموا الحامي مع البارد زي ما تحبوا. وكمان فصين من الثوم نسيت احطهم. المهم ان انا قطعت كل الخضار ده، البصل جوانح، والطماطم قشرت القشرة بتاعتها وقطعتها مكعبات صغيرة، والفلفل كمان جوانح.
علشان نعملها بقى بسيطة جدا جدا جدا. في الطاسة عندي طاسة سخنة، حطيت فيها شوية من زيت الزيتون، وهحط كل الخضار ده مع بعضه، البصل والثوم والفلفل والطماطم، وهبدأ ان انا اضيف عليهم كمان معلقة كبيرة من معجون الطماطم، علشان انا عندي الطماطم مش يعني مش حمرا قوي. الخلطة دي عندهم في الجزائر بيسموها شكشوكة. حقيقة ان هي اكلة حلوة جدا، لو جربتوها مرة تعملوها اكتر من مرة. حطيت كمان الملح بتاعي ظبطته كده، حطيت رشة من الفلفل الاسود ورشة بسيطة قوي، بعض الناس بيحطوا ملح بس، وحطيت كمان معلقة صغيرة من البابريكا. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعض، هقلب كويس جدا بحيث ان صلصة الطماطم تتوزع كويس على كل الخضار، وبسيبها على نار متوسطة، وبغطيها لحد ما مية الخضار كلها تطلع، وبسيبها بس لحد ما تغلي معايا او تبقبق كده شوية. بشيل تاني الغطا بتاعي، وببدأ احط لها شوية من المية. انا حطيت في الاول ربع كوباية، ما تكتروش المية قوي، احنا محتاجين ان الخضار يستوي من غير ما يبقى فيه مية، علشان هو يتحط على عجينة، يعني احنا محتاجينها زي العجينة بالظبط، او زي الصلصة مثلا كده بتتفرد. فحطيت ربع كوباية بس، وهديت النار وغطيتها وسبتها لحد ما استوت تماما. البصل استوى تماما وكل المكونات اتجانست مع بعض، بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مفيش فيها اي صوصز، ولكن في نفس الوقت مش ناشفة ومش محروقة مني. هسيبها بقى في الوقت ده تبرد خالص، بفردها كده وبسيبها تبرد. اول ما بتبرد بقى بجهز عندي شوية من الزيت، انا استخدمت زيت زيتون، وهبدأ بقى نشتغل مع بعض او نفرد العجينة بتاعتي. هي يعني اشبه الفرد بتاعها أشبه بفرد الفطير عندنا، ولكن هنفرده بالزيت. ببدأ اخد مكعب كده دايرة، وهبدأ ان انا افرده كويس جدا جدا من جوه لبره، بحيث ان عندي نوصل لأكبر، يعني أكبر دايرة كده، والعجينة تتفرد عندي كويس جدا وتبقى رقيقة وبسيطة. وبوقف خالص لما بلاقيها خلاص اتفردت كويس، وما بقاش فيه مناطق في العجينة سميكة كده، علشان ما تتقطعش مني. يعني حاولوا على قد ما تقدروا، يعني مش زي الفطير المشلتت بتاعنا قوي، علشان الفطير بيبقى سادة وما فيهوش اي حشوة، فعادي لو قطعنا فيه كله بيتلم على بعضه، انما ده بيبقى جواها حشوة. فبنراعي كده واحنا بنفرده ان الحشو ده ما يخرجش بره عشان ما يبهدلش الدنيا. الحشو بقى بتتحط بكمية بسيطة، يعني معلقة كبيرة كده، وبتبدأوا تفردوها في قلب العجينة من جوه على شكل مربع كده، بحيث ان لما بتيجوا تقفلوا العجينة عليها برضو يبقى شكل مربع. بقفل الجنبين، وايديا كده بيبقى فيها زيت وانا بقفلها عشان يبقى طالع معايا مورق وطعمه لذيذ. بعد كده بقلبها على الوش، وبحط برضو مسحة من الزيت، وبكمل وهكذا باقي الكمية كلها. بسيطة جدا جدا وسهلة، ولكن طول ما السطح اللي عندكم فيه مادة دهنية أو فيه زيت إن شاء الله مش هتتقطع معاكم. بحط برضو كمية بسيطة جدا من الحشوة، زي ما قلتلكم مقدار معلقة كبيرة بس. كمية الحشوة اللي احنا عملناها ال4 طماطميات وال3 بصلات الصغننين دول عملولي مقدار النص كيلو من السميد. فالحشوة طلعت مظبوطة جدا عليهم، زي ما قلتلكم المقدار ده مظبوط جدا لان انا عملتها قبل كده. بس بطبق بقى وبخلص كل الكمية بنفس الطريقة. اهم حاجة بقى عندي ان انتوا تغطوا بس يعني المحاجب دي بتغطوها كويس ببلاستيك مثلا كده، علشان الوش بتاعها ما ينشفش معاكم. نيجي بقى لمرحلة السوى عندي. انا باخد اول واحدة من المحاجب اللي احنا عملناهم، وببدأ ان انا بايديا كده من جوه لبره ارجع افرد فيها تاني، علشان اكبر حجمها شوية. وانا بفرد بالراحة خالص يتفرد معايا بكل سهولة، لان هي ارتاحت وفيها كمية زيت كويسة، فبفرد. ولكن برضو وانا بفرد ما بأفورش قوي علشان الحشوة بتاعتي ما تطلعش بره. وكده بفرد كل واحدة قبل ما بحطها على الطاسة عشان اسويها. طيب السوا هنسويه ازاي؟
عندي طاسة هحميها كويس جدا على النار. بعد ما بتسخن بنزل النار للدرجة المتوسطة، لا هي هادية قوي عشان العيش ما ينشفش، ولا هي عالية قوي عشان ما يتحرقش مني وما يلحقش يورق معايا. فبحطها على درجة متوسطة، وعلى حسب حجم الطاسة بتحطوا واحدة او اتنين، وما بتلمسوهاش خالص لحد ما تحسوا ان هي فصلت كده عن الطاسة واخدت لون حلو زي اللي قدامكم ده. بتبدأوا تقلبوها على الوش التاني، وبرضو نفس الطريقة، مش بتيجوا ناحيتها لحد ما تاخد لون كويس. بتبدأوا بقى تشيلوها وتحطوها في طبق كبير كده، وتغطوها بأي فوطة عندكم نضيفة عشان تحتفظ بالطراوة بتاعتها وتبقى طرية. المعروف على النوع ده ان هما بياخدوه كده وبيلفوه وبيعملوه زي ساندويتش وبياكلوه. الحقيقة ان طعمه رائع. الحميان بتاعته يعني او الحرقان اللي فيه او السبايس اللي فيه ما كانش حامي قوي، لان انا حطيت قرن واحد. بعد ما خلص بقى حطيت من جواه كده بقى ورق بقدونس، وعصرت عليه عصرة ليمونة واكلته. وقتها عملت جنبيه شوربة عدس واكلناه جنب شوربة العدس، كان طعمه خطير. ينفع هو في العادي كمقبلات كده، ولكن انت لو بتحبوا المخبوزات قوي هتحبوا طعمه جدا، وممكن تستغنوا عنه عن وجبة الغداء كلها. الفيديو النهاردة كده خلص. اتمنى ان انا اكون عملته بطريقة كويسة، واتمنى كمان ان انتوا تجربوه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد عن قريب.